الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. انا جيتك من ساعه العفو ويا البنيه مدرسه حماد بس تستفسر عن الشغلات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا استاذ، انا معاونة المدرسة. اهلا وسهلا بك شاب. وبيك استاذ، انا هاي الطالبة سجلتها العام عندي بالمدرسة وانطيتها ورقة استمارة وراحت بين المركز صحي. المركز صحي حولها للجان الطبية اللي معظم ما اعرف شنو على اساس انه ما تستحق، يعني مو طالبة عادية تحتاج تربية خاصة. تربية خاصة اي وراحت المعهد الامل وما اعرف وين فرة كاملة وجيت كل عام نهاية السنة. قلت له انت طلعت منين بعد عليه اساس ادخلك مدرسة مرة ثانية. فهسه شنو الاجراء اللي اسوي فيه؟ سويت تسجيل جديد. زين شلون يصير التسجيل الجديد اللي العام مسجلة عندي؟ عندك قيد فيها؟ لا ما عندي قيد فيها لان هي رسم من مركز صحي وتحولت. سويت تسجيل جديد سجلها. اي وبعدين كان لجان طبية شو يكتبون عليها؟ وهي العام دخلت لجان طبية استاذ. ايه لعبها قرار مال لجان طبية وكملت معهد الامل. هو غاضي عنده راح المعهد الامل، عنده راح المعهد الامل ما ادري. غير هم دارسينه؟ يعني مو تربية خاصة. والله ما اعرف انه هاي كلها الاجراءات طلع مني. تقرير ايش كافي في تقرير؟ وين التقرير مال بالتقرير؟ تسبيب محدودية الذكاء وصعوبة النطق تستفيد من معهد الأمل. انتهى القرار، هذا قرار اللجنة الطبية. هم دارسين معهد الأمل العواقل العقلي. معهد الأمل مو عينه على أساس الحمل. هو هذا الحكي اللي القرار اللجنة الطبية اللي يعني زوجنا به. يعني وزارة العمل ما فيش حاله. إذا هي ما فيها شيء شو يعني تحكي شو هذي؟ والله ما أعرف أستاذ، أنا هذا الحكي العام سجلتها عندي وقلت لها أنت بعد أنت واللجنة الطبية، فراحت المركز الصحي اللي تابع المدرسة حولوه للجنة الطبية، يعني قرار مع اللجنة الطبية ما قلنا هذا القرار. معهد الأمل مو عينه. على وزارة العمل، على مثل يعني هسه أنا ما سجلها عندي مرة ثانية. إنه هو طالب هسه بمدرسة الخليج العربي، لو أنت بس تهمش له لو الخليج العربي قبل عندك كنت بغاني أعطيك مو إشكال. قبل خلي ما هو بالخليج العربي يقول له روح يا اما تجيب لي طلب من التربية أو استجلى عند حماة يلا ترجع لي إياه. ما إنه عنده تربية خاصة، أنتوا بس تهمشوا له إنه يعني ما نقدر كل شيء نسوي يوم 23 دقيقة. يعني يوم 23 يجيك؟ هل يوم 23 يلا ها يوم 23 هو يجيك بالتربية. ها هي استاذ. ها هي استاذ. يوم 23 بيشوفك